دايفر 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 الموفي وين كان الفرنش بي سي دي سي دي دايفر دايفر الموفي وين كان ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت وبدانا في شرح كورس الريسكيو او الانقاذ، وقلنا انه عباره عن 10 تمارين وثلاث او 4 سيناريوهات، وقلنا كمان ان كورس الريسكيو مهم جدا 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 للتعامل مع كل حالات الانقاذ او الامرجنسي اللي ممكن تحصل. بما انك بقيت غواص مياه مفتوحه متقدم او غواص ادفانس، يعني قادر ان انت تنزل 30 متر، فانت لا قدر الله معرض لاي حالات امرجنسي ليك او للناس اللي بتغطس معاك. والنهارده انا هشرح لك اول 3 تمارين في كورس الريسكيو او كورس الانقاذ. انا مصطفى درار وانت بتتفرج على اغطس مع درار. See the ocean, how it sways in the sun, keeping our stories in its motion, lies the truth about us. Things time will tell, we might never know, we'll be gone before it all begins. اهلا بيكم من درار دايفنج سنتر دبي. احب افكر كل الناس ان هي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان كل المهتم برياضه الغوص او بالسفر فده المحتوى هيكون مناسب بالنسبه لك. اول ما بتبتدي الكورس لازم ان انت بتعمل مراجعه على حاجتين، او المدرب اللي معاك بيعمل مراجعه على حاجتين. اول حاجه اول ما بتبدا الكورس طبعا لازم بتراجع على حاجتين، وهي اول حاجه اللي هي السيزا واللي هي الصعود الاضطراري بالمعدات بكامل المعدات، وتاني حاجه اللي هو الطفو الذاتي او الانقاذ الذاتي اللي انت تبقى عايم على وش الميه وتقدر ان انت ازاي تنقذ نفسك بطريقه رفع الراس فوق الميه. من بعد ما بتخلص التمرينين دول بتبتدي اللي انت تبتدي في ال10 اكسرسايز او ال10 تمارين بتوع الريسكيو. وطبعا ما ينفعش تاخد ريسكيو قبل ما تكون مخلص الاي اف ار وهو الامرجنسي فيرست ريسبوند او كورس الاسعافات الاوليه، لانه ده ضروري جدا وريكوايرد مع كورس الريسكيو. ما ينفعش اللي انت تبدا ريسكيو قبل ما تكون مخلص الاي اف ار. التمرين الاول وهو بعنوان غواص متعب او غواص تعبان على وش الميه او تاير دايفر 2. تاير دايفر 2 بتبتدي اللي هو انت مثلا مخلص غطستك وانتوا عايمين راجعين على المركب، في غواص او زميلك او البادي بتاعك تعبان او حد من الغواصين من المجموعه بتاعتك تعبان، وهو في حاله هاديه خالص بس هو بس مجرد تعبان. فبتبتدي اللي انت تساله دايفر يو اوكي، يعني بتحاول اللي انت تساله وتطمن عليه وتشوف محتاج مساعده ولا لا، وتبتدي بخطوات معينه ان انت تساعده للرجوع للميه لو هو تعبان. 3 طرق للتاير دايفر. اول طريقه زي ما انتم شايفين او زي ما انتم هتشوفوا هي من طريقه سحب الغواص من التانك. بمسك التانك بايديا الاثنين من ورا وابتدي ان انا اعوم ضربات رجلين بظهري. وانا عايم بظهري لازم اتاكد ان انا راجع للمسار الصحيح على المركب بطريقه اللي انا ببقى ببص من ناحيه اليمين ومن ناحيه اليسار. ببص دايما من ناحيه اليمين ومن ناحيه اليسار عشان اتاكد، لان دايما مع الكرنت او مع الموجه لو انا مش متاكد وحاطط الريفرنس بتاعي ورايا ممكن ان انا انحرف عن المسار الصحيح بتاعي. دي اول طريقه. تاني طريقه والطريقه يمكن الاكتر كوميونيكيشن مع البادي بتاعي او ببقى شايفه، ان انا بمسكه من الدراع بتاعه، تبقى فيه ايد على اول الكف كده وايد من عند الشولدر او الكتف، وابتدي اللي انا عايم. ودي يمكن الطريقه بتبقى اقرب شويه، ببقى بتكلم معاه بطمن عليه بتاكد اللي هو في حاله جيده لغايه ما نرجع على المركب. والطريقه الثالثه وهي بزق الزميل بتاعي، ببتدي ان انا احط الزعنفتين على كتفي، ببتدي ان انا استخدم يا اما الريجليتور او السنوركل، ودي فايده من فوائد السنوركل، وابقى عايم على وش الميه راسي في الميه. ودايما برضو من وقت للتاني ببص قدامي واشوف الريفرنس او المركب او الشط اللي انا راجع عليه عشان ما انحرفش عن مساري. 3 طرق مختلفة
هتسالني هنا طيب استخدم انه طريقه اللي يعجبك. في ناس بتعرف تعوم احسن على ظهرها، في ناس بتعرف تعوم احسن على وشها، فاحسن طريقه بالنسبه لك دايما بادي عندك اكتر من طريقه عشان ان انت تقدر تستخدمهم. ساعات بتكون المسافه طويله فبتبتدي ان انت تعوم على وشك، تزقه شويه، حسيت ان انت تعبان بتيجي من ظهره وتسحبه من التانك، فممكن تستخدم الثلاث طرق حتى في مره واحده. اكسرسايز 2 او تمرين رقم 2 وهو التمرين الطبيعي خالص بتاع الانقاذ، وهو بيكون من على شط الميه. ممكن اللي انت حد بيغرق فبتنزل ان انت تعمل له طريقه انقاذ زي انقاذ اللايف جارد او المنقذ العادي خالص. وطبعا هي يمكن اخر حاجه بنزل فيها الميه. ببتدي ان انا لو معايا حبل، لو معايا طوق زي ما انتم شايفين، ببتدي ان انا ارمي الطوق في الميه واحاول ان انا اشده، او يعني على الاقل يكون ماسك في الطوق لغايه ما المركب تقرب له وتبتدي اللي هي ترجعه تانية. ودي طريقه بيزك خالص، وهي دايما يعني بنتراجع او بنخلي اخر حاجه خالص. تذكر تماما ان اخر حاجه خالص ان انت تنزل الميه للانقاذ. اكسرسايز نمبر 3 او اكسرسايز رقم 3 او تمرين رقم 3، بانيك دايفر على وش الميه او على سطح الميه. ودي دايما بتكون ليها حسابات معينه، لاني انا لازم اقدر حجم الغواص اللي قدامي اللي في حاله بانيك، لانه في حاله بانيك في حاله مذعور، غواص مذعور، ممكن اللي هو يأذي نفسه، ممكن اللي هو يأذيني. في الحاله ديت ببتدي ان انا اساله في حاجتين طبعا. دايفر يو اوكي؟ جاست انفليت يور بي سي دي، انفخ الجاكيت بتاعك، ريموف يور ويت بيلت، شيل حزام الرصاص. دايما معظم الوقت بما انه بانيك او مذعور فما بيسمعش الكلام، بيبقاش سامعك اساسا، هو كل همه اللي انت تقرب له زي ما يكون حد بيغرق بالظبط. بعيدها تاني، دايفر ماي نيم از مصطفى، انا ريسكيو دايفر، انا اسمي مصطفى، انا غواص انقاذ. ريموف يور ويت بيلت، شيل الحزام، انفخ البي سي دي، انفخ الجاكيت بتاعك. طيب لقيته مش مستجيب معايا، ببتدي ان انا الطريقه الاولى بلف حواليه دايره واسعه شويه، احاول ان انا اتفادى تماما ان انا اقرب منه، لان هو بمجرد ما هيمسكني فالموضوع هيبقى صعب جدا عليا وعليه، وهبقى احنا الاثنين في موقف خطر. هلف من حوالين منه واحاول ان انا امسك البي سي دي بتاعه، الفالف بتاعه، وانفخه لغايه ما اخليه على وش الميه. بمجرد ما هو بيكون على وش الميه فبيهدى تماما، وابتدي ان انا اكون محجمه جدا من خلال اللي انا ممكن ااكد من عليها ان انا امسك التانك برجليا، التانك بتاعه برجليا الاثنين، فهو مش هيبقى قادر ان هو يلف، وابتدي ان انا اسحبه لو لسه في حاله بانيك زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وابتدي ان انا ارجع بيه على المركب. الطريقه الثانيه، لو انا بلف حوالين منه زي ما انتم شايفين وهو بيلف معايا وعينه عليا طول الوقت، فطبعا مش هينفع ان انا الف حوالين منه، فببتدي ان انا افضي البي سي دي بتاعي، بنزل تحت الميه، انا كده اختفيت من قدام عينيه، والف دايره واسعه كمان للامان من تحت الميه، وابتدي ان انا احاول امسك الفالف بتاعه برده وانفخه واطلع بيه على الاخر واكون في ظهره، ونفس الطريقه بان انا بحجمه من التانك بتاعه وارجع بيه على وش الميه. طيب في الحالات دي دايما في الانقاذ لو انا في موقف خطر، هل المفروض ان انا اساعد؟ لا. لو الموقف الانقاذ هيعرضك لاي خطر فانت ما بتساعدش. يور سيفتي فيرست، او امانك انت اولا. بدل ما يكون في غواص في حاله خطر ما يبقاش في غواصين في حاله خطر. وما تنساش لما يكون الغواص بيقرب منك وهو في حاله بانيك، مفيش مانع جدا اللي انت بتستخدم الزعنفه بتاعتك، بحيث ان انت سبلاشنج ووتر، طبعا ما بتضربهوش يعني ولا حاجه، بس بترش عليه ميه كده عشان تحاول اللي انت يبقى عندك رد فعل سريع اللي انت تبعد عنه زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وده كان اول 3 تمارين في كورس الريسكيو. ان شاء الله المره الجايه هنكمل 3 تمارين كمان، بعد كده ندخل في السيناريوهات. يا رب تكونوا النهارده استفدتوا حاجه. زي ما قلنا كل الناس تابعونا واشتركوا في القناه. انا مصطفى درار وانت بتتفرج على اختص مع درار من درار دايفنج سنتر. اشوفكم المره الجايه. Send me your songs of tomorrow.